والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة أم هلالة. اليوم جبت معاكم موديل تاع الحجاب رائع، سامبل وبسيط وتقدروا تخيطوه في أسرع وقت. المهم أنا مولات الحجاب هذا الأخوات جابت لي مترتين ونص. شوفوا معايا جيدا، مترتين ونص. من المترتين ونص هذوك شحال نحيت منها؟ شوفوا، مترتين ونص وشحال نحيت منها؟ نحيت منها 52، يعني يقولوا نص متر، يعني خليت مترتين القماش على زوج، ها هو تشوفوا فيه، ونحيت النص متر هذيك الزايده. درك انا واش راح ندير؟ الحجاب تاعي هذا جاي بالقصه، جاي من القصه يعني بالصدر، جاي من الامام ومن جاي من الخلف. واش اللي ندير انايا؟ ندير القصه تاعي تاع الخلف نديرها 45، نديرها 45 ها كيما درك هكا. ها شوفوا معايا، ندير 45 ونقص الارتفاع تاع الصدر كيما قلت لكم. اسم الحجاب هذا جاي بقصه، نطبق القماش تاعي كيما هكا، العرض يبقى مترتين لانه حبته مولاته حجاب شرعي كيما هكا، ونقص الخلف والامام مع بعضها. ها هذا درك الاخوات، نحكم نفصل الامام عن الخلف. عاد تشوفي منين درك واش ندير؟ نحكم نفصل الجهه هذه المجموله، ندير نفصلها على بعضها كيما هكا حتى لتحت. هكذا نعين النصف تاعها باش من بعد كي نخيط ما تجينيش جهه اكثر من جهه. ها كيما هكا نعين النصف بالمقص ونجي للصدر. شوفوا معايا طرف هذاك اللي نحيتو قلت لكم الارتفاع تاعو 45 سنتيمتر. شوفوا واش اللي ندير، هكذا نقيس دائره الصدر تاع مولاتو وندير الصدر. القماش دائما يكون 2/2. مولاتو حبته عريض، علاه؟ لانه دوك يجي عنده هنا خيط، يجي عنده سير هنا في الوسط باش تقدر تعرضوا ولا تقدر ترفعوا. شوفوا معايا ها كيما هكا، ونقص الصدر. نطبق القماش تاعي على 4، هكذا ما نعكسش الاتجاه باش يجي لون واحد، لون موحد. ندير دائرة الرقبة اللي هي 8 سنتيمتر. شوفوا معايا مليح، ها ندير 8 سنتيمتر، نهبط ب3 وندير دائرة تاع الرقبة. ندير الميل تاعي، ندير التركيز اللي هو 22، ها 22 هنا، نطلع بزاوية قائمة ونهبط. هنا نهبط بالميل تاع الكتفين 3 سنتيمتر ونخرج للصفر. هكذا نولي هنا الاخوات نعدل شويه برك مش بزاف، هكذا ندخل 1 سنتيمتر ونخرج للحرده تاع الابط كيما هكا. دونك واش اللي ندير؟ نفصل الامام عن الخلف، نخلي هذاك اللورا ونجي للامام. الامام كيما تعرفوا دائما الفتحه تاع الطابق ما تجيش كيما تاع الظهر. ندخل هكا، شوفوا معايا تقريبا 1 سنتيمتر ونعاود ندور هكذا. الغمق تاع الرقبه تاع الامام ما راح ندير فيرميتور ما والو. شوفوا معايا الاخوات، ندير 15 هكا، يعني نوصل حتى هنا، ها وندورها يعني بالفتحه هذه الدائره اللي درتها في البدايه. ها هذه فتحه تاع الرقبه. شوفوا معي ها هكذا. الصدر هذا ما فيه ني بانس ني والو، لانه قلت لكم يجي عريض ويجيو عنده السيور يتسيريو منه. دوك ندير معكم الذراعين ثاني نفس الشيء الاخوات.
الدرعين يجيو عراض ويجيو بالقبضه تاع لاستيك من المعصر. سهل صدقوني، هذا الموديل رائع جدا وفي نفس الوقت سهل. ها نديرهم عراض، قد ما نديرهم عراض يجيو مليح للدرعين. شافوا معي لانه يجيو فيهم الكشكشه هذيك ولا يجيو فيهم هذوك لي فرونس هذوك يجيو باهيين. ها هادو هما الدرعين. درك العرض تاعهم نقيس لكم، حبيتو نقيس لكم الدرعين ونقيس لكم العرض تاعهم شحال. قماش راهو على زوج، درت فيهم 32 ونهبط. انا نفصل معكم ذراع واحد ومن بعد نتوما حطوا الذراع الاخر على الثاني وفصلوا. ها شوفوا زينه سهله خلاص. ها ما ندخل ما نخرج ما والو، بما انه عندي القماش عريض نهبط بخط منحني، ما ندير والو. ها نعدل برك، ندير النسف تاع الذراع تاعي، وهنا نحاول ننقص 4 صباع، يعني هنا هكذا ونخرج للصفر. شافوا معي باش يبقى العرض هذاك. هي حبته حجاب شرعي، قالت مانيش حبته سير. ها نعدل برك، وهكذا الاخوات نكون خلصت معكم الحجاب الشرعي. دوكا كي نعود نخيط فيه تشوفوني ديما نخيط. اول حاجه الاخوات دوك راح نبداو معكم كيفاش نسجفوا الرقبه الخلفيه. شوفوا معايا، انا هذا هو الوجه تاع القماش، يعني نجيب الطرف اللي راح نسجف به، ومن المستحسن تسجفوا بالبي تجيكم اسهل، لكن انا ما وجدتليش البي. شوفوا معايا، نحط الوجه للوجه ونقلب القماش تاعي هكذا. ها نحط الطرف تاعي بالعقل كيما هكا، نلصق بلي زيبانك باش تجيكم العمليه سهله. من بعد كي تعودوا تخيطوا ما يهربكمش القماش. دركا نلصقهم كامل بالطريقه هذه ونخيط. درك بعد ما خيطت نحي النقاق بهذا، نقص الطرف هذا اللي زايد هذا. اخوات ندير لهم هذا هك بالقص برس القص باش نحافظ على الانحناء تاع الرقبه هذا هكذا. نعاود نعدل هذا الطريف اللي من لورا، ما نخليهش هكا باش من بعد كي نلبس الحجاب ما يخرجليش. نعاود ندورو هكذا بالعقل، ومن بعد ندير له سيرفيلاج باش ما يستنصرش. درك انا نخلي هذا ما نقلبوش هكذا الاخوات، حتى نسجل في الرقبه من قدام الساعه ونعطيكم كيفاش تقلبوا. هنا بعد ما سجلت الاخوات الرقبه تاعي نفس الطريقه، بعد تاع اللي من لورا درت لها نفس الطريقه اللي من قدام. دوك نعدل السجاف هذا من تحت هكذا كيما تشوفوا باش ما يبقاش من بعد كي نسجف الحجاب ما يبقاش يخرج على الرقبه كيما تشوفوا. دركا واش اللي ندير، نقلب السجاف هذا الاول نقلبه كيما هكا ونعاود عليه الخياطه هنا. شافوا معايا، نعاود عليه الخياطه ومن بعد نلصق الامام في الظهر. شوفوا معايا مليح، الطريقه هذه مهمه تاع الطريقه تاع السجاف، وهذه هي طريقه معظم الاخوات تقول لك ما نعرفش نسجف. سهله خلاص. ها سجفوا دوك نقلبوا القماش تاعنا كيما شفتوا هكذا ونعاود عليه الخياطه. ها نعاود عليه الخياطه الوتور تاع الرقبه كامل هكذا، نعدل بالعقل ونعاود. شافوا معايا البرادا هذا وشوي صعيب الخياطه سورتو للمبتدئات، لكن بالعقل برك. هكذا نعدل بالعقل ونخيط بالعقل، حتى سورتو هنا في الانحناء هذا شوي صعيب. كل ما تعدليش الخياطه تاعك قد تجيك الرقبه تجيك معوجه. وكاينين اللي ينبلوها بيدهم ومن بعد يعقبوا القماش. هذه كل وحده هكذا بالعقل. هكذا كي نكمل دوك تشوفوها. بعد ما سجفتها نجيب الظهر كيما قلت لكم، انا سجفته المره الاولى مي بصح ما عاودتش عليه منه. واش اللي ندير الوجه للوجه بالطريقه هذه. نجيب الكتف تاعي كيما شفتوا، ها هو الكتف هذا
الصدر، وهذا الطرف تاع السجاف نحط، شوفوا معايا، نحط بالطريقه هذه كيما هكذا ونخيط باش الخياطه تولي لداخل ما تبقاش لبرا، كيما هكا ونخيط، نحط الوجه للوجه ونخيط بالطريقه هذه. شوفوا معايا جيدا، هكذا نحط الكتف على الكتف، نحط السجافات في زوج على بعضها ونمشي. لقيت الكتاف كيما شفتوا الاخوات، واش اللي ندير؟ نقلب الحجاب او الرقبه هكذا ونعاود الخياطه هنا، شوفوا معايا ضب الحق هكذا ونعاود عليها الخياطه من برا، هكذا نعاود عليها الخياطه كامل الدور تاع الرقبه كامل باش ما يتقلبليش السجاف، ومن بعد زيد نعاود ندير له سيرفيلاج ونحددو هكا، تجي الخدمه متقونه والرقبه تجي لا فينيسيون تاعها مليح. شوفوا زي ما الرقبه هذه الطريقه كيفاش تسج فيه رقبه ولا قندوره ولا اي حاجه. من بعد نحددو، شوفوا زي ما تجي نديرو السيرفيلاج هنا. دوك نعاود ندير الكشكشه هذيك. دوك نعطيكم السر كيفاش ديروا الكشكشه بلا ما تروحي تشري الرجل تاع التكماش هذاك اللي كيمش لك. دوك نعطيك طريقه سهله جدا وديريهم بثلاث قياس. نهضر لكم كيفاش ديروا الكشكشه هذه، شوفوا معايا سهله جدا. كاينين مثلا الاخوات تقول لك انا نشري الرجل، تقول لك مثلا نشري الرجل هذا انا شريته، وبالفعل الاخوات هذا الرجل يدير 40,000. تركبيه هنا وتريقلي له منه من البوطون هذا من الفيس هذا تريق. تحبي ديري كشكشه قريبه بزاف ترخفيه، تحبي ديريها نديرها بزاف تسيري. هذا بالنسبه اللي ما عندهاش رجل. كاينين بعض الاخوات يسكنوا في مناطق نائيه ولا يسكنوا في الدوار ولا تقول لك انا ما نعرفش نشري الرجل هذا. انا نقترح عليك طريقه دير لك هاد لي بانس خير من الرجل وسهله جدا. شوفوا معايا هذا الرجل اللي خيط به انا هاكو تشوفوا فيه واش اللي ندير. كاينين اخوات تقول لك، كاين واحد مثلا يقول لك ندير الطريقه هذه. شوفي معايا تحكمي تهبطي الرجل تاعك كيما هكا بالطريقه هذه، هاكي تشوفي فيها، تحكمي تدخلي لها نقابيه هنا. شوفوا معايا دوك انا نطلع الرجل خير باش تجيني العمليه سهله ونخدم معاكم. شوفوا معايا تهبطي الرجل كيما هكا، طلعي البيك بيش تاعك هنا يكون طالع، وتميلي الرجل تميليها بالطريقه هذه وتدخلي النقابيه هكا. دخلي النقابيه تاعك هكا بالطريقه هذه، لازم تحصل النقابيه. كي تدخليها واش اللي ديري؟ تولي هنا، شوفوا معايا الاخوات، تولي هنا لا طونسيون تسيريها للاخر، تسيريها يعني تعود مسيريه وتخدمي ديري كشكل. دركا نبدا نخيط عادي جدا. شوفوا معايا هكذا ونبدا نخيط. شوف سهله خلاص، دير لك الكشكشه في ظرف قياسي. شوفوا الاخوات شوف تحبوا تكون اكثر من هكا سبقي الصبع تاعك منها هكا. شغل هذا تسبقي منه وهذا تبعتي له الخيط القماش ترخفي لها القماش. شوفوا زي ما تقولي وبالطريقه هذه حتى نكمل هكذا ونكون كملت الكشكشه تاعي. شوفوا زي ما الاخوات سهله مهله بلا ما تشري رجل بلا والو. دركا بعد ما كملت انا درت الكشكشه هذه نولي نلصق هذا في الصدر وتشوفوه زي ما. وكما تشوفوا الاخوات هذا هو الحجاب بعد ما خيطته. شوفوا الله يبارك خرج روعه، حجاب شرعي وسهل جدا. وشرحت لكم كيفاش ديروا الكشكشه، كيفاش تخيطيه بالتفصيل الممل. جربوا الطريقه هذه الاخوات وراح تصبحوا محترفين في خياطه الحجاب. نعم يا اخواتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع الجديد مع هريرة.